به لعب. المنتخب ده بالذات اللي علق معاه لان ده مستقبل الكوره اللي جاي. استثمار هتلعب، والاستثمار هو اللي بوظ الكوره في مصر. النهارده شفنا بنقابل فرقه زي سويسرا بيلعبوا لغايه امتى؟ بامانه انا بتكلم النهارده على المنتخب بتاع كابتن احمد الكاس. العيال انا حاسس ان هم، واحنا امتى هنبقى مثلا عندنا كوره في مصر؟ يعني انا شايف النهارده بامانه، النهارده العيال بتلعب كوره غريبه. يعني احمد الكاس النهارده عمال واقف على الخط منحور. اقول لك عشان خاطر من الاخر الاستثمار دخل في الكوره. دلوقتي الكوره بقت للاغنياء، معاك فلوس هتدفع هتلعب مش عارف ايه. هو ده الكوره عندنا في مصر. لا احنا محتاجين ان احنا ندور ننزل بقى في لعيبه في الشارع قسما بالله. لعيب الكوره جامده جدا، جامده جدا جدا جدا. بس احنا مشكلتنا ان احنا بقينا دلوقتي نلعب على اللي معاه فلوس. في استثمار هتلعب، والاستثمار هو اللي بوظ الكوره في مصر. النهارده شفنا بنقابل فرقه زي سويسرا بيلعبوا بلاي ستيشن علينا. المنتخب بامانه انا النهارده حتى المنتخب، يعني المنتخب الاول لعب ومنتخب الف ب لعب. المنتخب ده بالذات اللي علق معاه لان ده مستقبل الكوره اللي جاي. ماتش انا شايفه ان هو ساذج ولاعيبه مش رجاله. احنا يعني المغرب احسن مننا في ايه؟ انا مش فاهم. المغرب لسه واخده كاس العالم وعامله ماتش قدام الارجنتين ولا احسن من كده. محتاجين ان احنا فعلا 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 الكوره في مصر محتاجه حاجات كتير قوي بالذات في الناشئين.